ابن عمران كليم الله كان رجل من قومه يؤذيه ويتهكم به ويستهزئ به، يسبه ويشتمه، يقول له: يا موسى، أوما وجد الله غيرك فيكلمه، أوما وجد الله غيرك فيرسله ويجعله رسول. اشتاط غضب موسى، وفي لحظة كان يكلم فيها الله جل وعلا اشتكى ذاك العبد إلى الله جل وعلا، قال: يا رب، عبدك فلان يؤذيني ويتهكم بي ويستهزئ بي، يا رب عبدك يستهزئ بي ويتهكم بي. قال الله: يا موسى، إذا عاد عبدي إلى فعله فمر ما شئت من خلقي يا موسى فليهلكه. مرت الأيام فمر موسى بجوار ذاك الرجل، التفت إلى موسى وبدأ يطلق استهزاءه وكلماته: أوما وجد الله غيرك يا موسى فيرسله، أوما وجد الله غيرك فيكلمه. التفت موسى بعد أن اشتاط غضبه: أي شيء من خلق الله يأمره فيهلكه؟ أيأمر السماوات؟ أيأمر الشجر؟ أيأمر الجبال؟ أيأمر الريح؟ التفت موسى إلى الأرض، قال: يا أرض ابلعيه، يا أرض ابلعيه. وإذا الأرض بأمر ربها تبتلع ذاك الرجل ويغوص في أحضانها. يلتفت الرجل وإذا هو يغوص في أحضان الأرض، يلتفت إلى موسى ويناديه ويستجديه: يا موسى، يا موسى، لا أعود، يا موسى أتوب، والله ما أتهكم بك ولا أستهزئ بك بعد اليوم. وموسى ينظر إلى الأرض ويقول: يا أرض ابلعيه، وهو ينادي موسى في كل مرة: يا موسى لا أعود، يا موسى أتوب ولا أرجع وأستغفر، يا موسى والله ما أتهكم بك ولا أستهزئ. وموسى يقول: يا أرض ابلعيه، حتى غاص في أحضان الأرض. كلم الله موسى، قال: يا موسى، ما أقساك، كم ناداك عبدي واستجداك، والله لو قال عبدي واحدة يا الله لخلصته منك، والله لو قال عبدي واحدة يا الله لخلصته منك. كم أقول أنا وأنت في سجودنا: يا الله. هذا العبد يستهزئ بموسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، ومع هذا يقول: لو قال واحدة يا الله، واحدة يا الله. أما آن الأوان يا أحبه اليوم أن نقول: يا الله، أن نشق الطريق، أن نعلق القلوب بالله. أمتكم في أمس الحاجة لكم، يا من تسمع هذه الكلمات وهذه العبارات، إني أحملك